اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد من مكان جديد وخروجه جديده وشاطئ جديد من شواطئ اسكندريه وصيف ومصايف اسكندريه. انا موجوده فين؟ انا موجوده قدام جليم باي في شاطئ من شواطئ جليم. الشاطئ اللي انا موجوده فيه ده شاطئ السنه دي اول سنه يفتح فيه واول سنه من الشواطئ الجديده. طبعا انتم متعودين معايا في القناه ان انا بصور لكم كمان الشواطئ القديمه والتطوير اللي حصل فيها والشواطئ الجديده اللي بقت موجوده في اسكندريه وايه التطورات اللي حصلت. طبعا ناس كتير قوي محبه جليم باي، فقلت بقى ان انا اصور لكم جليم باي واصور لكم الشواطئ كمان اللي موجوده في جليم. في الفيديو ده صورت لكم الشاطئ اللي انا موجوده فيه ده. هناخد جوله حلوه كده على الشاطئ بكل تفاصيل الشاطئ بالعنوان. بس قبل اي حاجه فضلا وليس امرا ما تنسوش ان انتوا تعملوا اشتراك تفعيل جرس ولايك للفيديو، ولو مشتركين في القناه ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك. يلا بينا بقى نبدا فيديو النهارده. انا موجوده في شاطئ جليم المميز السياحي. شاطئ جليم المميز في السياحي موجود في منطقه جليم بعد النفق على طول، يعني هتنزلوا النفق لو انتوا جايين من الناحيه التانيه عكس اتجاه البحر هتطلعوا تلاقوا شاطئ جليم المميز، وده الشاطئ المميز. بعده على طول الشاطئ جليم ب5 جنيه او المجاني، لكن ده جليم المميز اللي بعد النفق على طول. يعني النفق هناك اهو، دي دخلت الشاطئ كده، هو دورين. الدور اللي فوق ده كافيه منفصل خالص عن الشاطئ. الناس اللي جايه ومش حابه ان هي تقعد على الشاطئ او تقعد على البحر ممكن تقعد في الكافيه ده. الكافيه ده منفصل خالص عن البحر، بس يعتبر زي دور اول كده منكم للبحر. القعده فيه حلوه قوي، يعني انا شايفه ان القعده فيه احلى كمان من القعده على البحر. لو حد جاي ومش حابب ان هو ينزل البحر هيقعد فيه كانه قاعد على البحر على طول بدل ما ينزل على الرمل. هنا نزلت وحاولت ان انا بقى ادخل على الشاطئ ونزلت الكاميرا لان المكان زحمه جدا، وفي نفس الوقت مش حابه ان انا اطلع الناس اللي قاعده على الشط ورا زي بقيه الفيديوهات لما باجي اصور بيبقى الشاطئ عريض. هنا اول حاجه لاحظتها ان الشاطئ شاطئ صغير وشاطئ عائلات فقط. بالمناسبه مفيش شباب خالص ممكن ان هي تدخل هنا. الشاطئ شاطئ عائلات. وطبعا اعذروني ان الشمس جايه في الكاميرا، انا همشي هقف في مكان بعيد خالص هناك. المكان ده هصور لكم بقى الشاطئ واجواء البحر والاطفال وهي بتعوم في البحر وحاله البحر ورأيي في الشاطئ، بس هصوره من هناك. ولما هقف هناك هقول لكم ليه انا رحت هناك اصور لكم. بس وانا بتمشى كده واروح المكان اللي حابه اقف فيه عايزه اوريكم هناك ده جليم باي كده اللي في وشنا على طول. كل ده مطاعم وكافيهات جليم باي.